مساء الرعب. أهلا بيكم في سلسلة رعب آخر الليل. حكايتنا النهاردة مختلفة عن كتاب مش زي أي كتاب ملعون. كل اللي فتحه حياته اتغيرت وتحولت لكابوس. جاهزين؟ يلا نبدأ. أنا يارا، بحب أجمع الكتب القديمة من أي مكتبة أو سوق شعبي. في يوم لقيت مكتبة قديمة مفتوحة من سنين، بس الناس بتحذر منها لأن كل اللي بيخشها يا بيختفي يا ما بيرجعش زي ما كان. الراجل اللي فتحها كان عجوز غريب الملامح. أول ما دخلت قال لي: ما تقربيش من الرف اللي في الآخر، الكتب هناك مش للبيع. طبعا فضولي شدني ورحت. لقيت كتاب اسود جلده قديم عليه نقوش غريبة وكأنه بينزف حبر أحمر. أول ما لمسته حسيت بحرارة غريبة في إيدي زي النار. العجوز جري عليا وقال لي: سيبيه فورا، الكتاب ده ملعون. لكن كنت خلاص فتحته. أول صفحة مكتوب فيها: اللي يقرأ الكلام ده هيتفتح له باب لعالم تاني. عالم الظلام. الكلمات بدأت تتحرك قدامي، تتلخبط وتتحول لرموز بتنور. من الليلة دي بدأت أسمع أصوات غريبة في أوضتي. الأبواب بتتفتح لوحدها، الهوا بارد طول الوقت، ولما ببص في المراية بشوف واحدة تانية شبهي بالظبط واقفة وراي. وفي يوم صحيت على صوت همس بيقولي: كملي قراية واللي هتكملها عليكي. لما مسكت الكتاب تاني الصفحات كانت فاضية، بقت مليانة أسامي الناس من قرايبي. والمرعب إن كل واحد ظهر اسمه مات بعدها بيومين في حادثة غريبة. بدأت أفتكر إن جدي من سنين كان عنده نفس الكتاب الغامض واختفى فجأة من البيت. سألت أمي، قالت إن جدي مات وهو ماسك الكتاب ده بالظبط. وفي آخر ليلة وأنا بقرأ لقيت اسمي مكتوب بخط كبير في الصفحة الأخيرة، وتحت اسمي كان في جملة: دوري الجاي اللي هيقرأ آخر صفحة لازم يسيب مكانه لغيره. النور قطع فجأة والأرض اهتزت والكتاب وقع على الأرض واتفتح لوحده، ومن الصفحات طلع ايد سودا مسكتني وسحبتني جوه الكتاب. من يومها محدش شافني تاني. بيقولوا الكتاب لسه موجود، بيتنقل من ايد للتانية. بس افتكروا، الفضول ممكن يكون تمنه حياتكم. الكتاب الملعون مستني اللي بعده. الرعب الحقيقي عمره ما بيخلص بنهاية الحكاية. لو بتحبوا تعيشوا جوه القصة متبعدوش بعيد. استنوني في رعب آخر الليل، وافتكروا اللي جاي هيخلي الليل مرعب أكتر.